خدت 2 صحابي من هنا مصر من غير ما اقول لاهلي وفاجئتهم ولففتهم شويه. تعالوا اقول لكم حاجات ضحكتني قوي. اول حاجه المفاجاه لما مامتي وبابايا اكتشفوا ان انا رجعت، لان انا ما كنتش قايله لهم وان معايا صحابي. الانيشال سربرايز كانت خضه قوي، بس صراحه they went above and beyond. يعني ماما عملت فته وملوخيه، وكويس ان هم جم معانا اصلا اول يوم العيد. طبعا عليا قوي لان مامتي اصلا كانت ابتدى يخش عليها عيا، بس هي صراحه عملت اللي ما يتعمل. شكرا مامي، حبيتهم قوي وكل صحابي بتوع مصر حبوهم قوي، فاتبسطت ان الدنيا مشيت تمام. اول ما ركبوا معايا العربيه قالوا لي رنا انتي مش في اللين قوي، انتي ماشيه بره الخط. قلت لهم يا حبايبي يا حبايبي، انا كنت قايله لهم قبل كده ان انا وانا بسوق عملت حادثتين بس قبل كده، وقالوا لي حادثتين وازاي وما اعرفش ايه. لما جم مصر قالوا لي انتي ازاي بطله، يعني انتي ازاي عملتي حادثتين بس. اتخضوا شويه، بالذات لما كان في عربيه معديه، احنا ماشيين كده وعربيه معديه قدامنا كده، اتخضوا قوي. جت حبوها قوي، الملوخيه، الفته، الفول، الطعميه، البيض بالبسطرمه، العيش البلدي، الجبنه الرومي يا جماعه حبوها حب مش طبيعي، لدرجه ان مامي نزلت جابت لهم جبنه رومي يرجعوا بيهم. كل واحده فيهم راجعه بشاي العروسه. بفكر اشتري اسهم في الشركه دي. اتهبلوا من الجونه، اتهبلوا من البحر الاحمر، اتهبلوا من ان انا كل شويه افتح اكلم ناس. يعني مثلا واحنا نازلين اركان، انا ما شرحت لهمش اي حاجه، واحنا نازلين اركان فتحت الشباك، الراجل اداني كارت، فرحت قافله الشباك وداخله. فايه رنا هو ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ يعني مين ده واداكي كارت ليه وانت عادي كده بتاخدي منه كارت وتمشي؟ مره بقى كان المفروض اطلع على الدائري، بدل ما اطلع على الدائري نزلت نزله الوكاله والعتبه ووريتهم بقى قلت لهم this is our thrift shopping. This is our thrift shopping. ده احنا لما نعوز نعمل thrift shopping بنيجي هنا. يا جماعه لازم تشوفوا لحظه ما شافوا الاهرامات. انا اول يوم خدتهم الاهرامات وخان الخليلي، بغض النظر ان واحده فيهم واحد اتقدم لها في الشارع قال لها my future wife، فهي قالت لي رنا I just got proposed to، اللي هو رنا في حد اتقدم لي. كان موقف مضحك جدا. قلت لهم لا احنا عندنا هنا بيحبوا البيض، اي حد ابيض كده بينزل كده. لحظه ما دخلوا شافوا الاهرامات يا جماعه وابو الهول، انا حسيت بفخر يا جماعه. وانا اصلا سايقه الجونه، الجبال اللي على اليمين والشمال موبايلاتهم طالعه بيصوروا، انتوا مش متخيلين بجد. انا اصلا كنت بقشعر كل ما هما يرياكتوا لحاجه، انا بحس اللي هو ايه، دي بلدي اللي انتوا بترياكتوا بيها دي، انا من هنا. خدتهم الجونه وكانوا معايا فريده وتغريد. يا جماعه شكرا قوي انكم ساعدتوني مع البنات، هم حبوكوا جدا، هم حبوا كل صحابي صراحه، وحبوا اهل مصر. يعني كل ما افتح اقول كل سنه وانتم طيبين، او كل ما افتح اكلم اي حد عشان اساله على طريق او كده، كبيرنا الناس هنا لطيفه قوي، الناس هنا فريندلي قوي. عشان كده قلت لهم يا جماعه انتوا فاهمين انا ليه عايزه ارجع، يعني فاهمين انا ليه مش عايزه افضل عايشه في انجلترا. اوفرول الاكسبيرينس كانت تحفه، وحاسه ان انا بجد يعني اي حد هتصاحب عليه بعد كده هقول له ما تيجوا معايا مصر، لان انا كنت حاسه اللي هو انا من ساعه ما جيت وانا عماله اقول لهم مصر 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 مصر، وهم قعدوا يقولوا لي احنا عايزين نشوف مصر اللي انت بتتكلمي عنها دي. فانا فخوره جدا ان ده حصل. ولما راحوا بقى قالوا لي رنا انت كان المفروض تودينا بلدك دي اول ما اشوفك، لان احنا دلوقتي فاهمين شخصيتك، كل حاجه انت بتعمليها ابتدينا احنا نفهمها، لان هنا